أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به. بعد ما ذكر بعض الأحكام ديال المسافر، انتقل الآن يذكر بعض المسائل الأخرى، وإن كانت المسائل التي تقدم ذكرها تتناول المسافر والحاضر، لأن المسافر لما قال والمسافر يأخذه الوقت، سواء المسافر وكذلك حتى الحاضر. وهنا هذه المسألة ذكر فيها المسافر، ثم سيذكر لنا المسائل الفرض والنفل، وهنا الفرق بين المسافر والحاضر. على كل حال هذه المسألة فيها الفرق بين ما يجوز للمسافر وما يجوز للحاضر وما لا يجوز. فذكر التنفل للمسافر. المسافر إذا أراد أن يتنفل وهو على دابته، هل يجوز له أن يتنفل على دابته أو لا؟ فقال: وللمسافر أن يتنفل، بمعنى يجوز للمسافر. إذا لما قال المسافر فالحاضر لا. إذا لما قال للمسافر الحاضر لا يتنفل على الدابة. إذا المسافر اللي عنده هدي قال المسافر، إذا لو قلنا المسافر الحاضر لا يتنفل على دابته، إذا لابد أن ينزل على الأرض. وأما المسافر فيجوز له أن يتنفل على دابته، على مركوبه. ما معنى على دابته؟ أي على مركوبه. أن يتنفل على دابته في سفره. لما قال للمسافر، هذا معنى في المسافر ما دام مسافرا يسير فيجوز له أن يتنفل على دابته في سفره. يتنفل على دابته حيثما توجهت به دابته، بمعنى لا يستقبل القبلة، بل يصلي النوافل على دابته كيفما توجهت دابته، سواء توجهت إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب. يعني يجوز للمسافر، وإن كان لولا له أن يتنفل على الأرض، هذه هو لولا. ولكن المسافر لما كان السفر مظنة التعب ومظنة المشقة وفيه الرخص، جوز له أن يتنفل على دابته. لا تتوقف الدابة، تسير وهو يصلي، ماشي بحال هذيك اللي دوزنا بعد أن توقف له. لا، هذه يصلي والدابة تسير سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. هذا حيث قال حيثما توجهت به. وهذا به خص قول الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، بقوله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا قالوا فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا في النوافل، أينما ولت الدابة فثم وجه الله. هذا في المسافر في النافلة. وقد ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجهت. حديث الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، بمعنى في أي مكان توجهت دابته يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحديث كثيرة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان عبد الله بن عمر يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. إذن هذه الأحاديث كلها هي التي اقتدى بها العلماء، حتى قالوا يجوز للمسافر أن يتنفل على دابته ويستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة ويشير، لأن هذه إنما سيصليها بالإشارة وليس بالركوع والسجود.
سواء حرم إلى القبلة أم لا. هذا هو المشهور في مذهبنا، لأن هناك من بعض المذاهب يقولون ابن حبيب رضي الله عنه يقولون لا بد أن توجه الدبة إلى القبلة ثم يحرم أولا تجاه القبلة، فإذا تحولت عند ذلك فلا بأس. ولكن احنا لا، المذهب ديال المشهور المالكية أنهم يقولون سواء توجهت إلى القبلة أو لم تتوجه يصلي كيفما يسر له، سواء في الليل وسواء في النهار. تكون صلاته للنوافل فوق الدبة متربعا إن أمكن له أن يتربع تربع، لأن هذه هي الكيفية ديال الجلوس اللي تقدم معنا. وما زال إذا وصل وقت السجود، وقت الإيماء والإشارة إلى السجود، يرفع العمامة عن جبهته إذا كانت العمامة فيها أطواق كثيرة. وأما إذا كان غير شي حاجة قليلة بحال قبل صغير ولا طاقة ولا غير هذه لا بأس بذلك لأنها قليلة. قالوا إذا وصل وقت السجود يزيل العمامة على جبهته عن وجهه، معنى على جبهته في السجود. وما زال هذا المصلي، هذا الذي قلنا المسافر الذي قلنا له يجوز له أن يتنفل على الدبة، جوز له العلماء بعض المسائل، منها وله ضرب الدبة في الصلاة، وخا هو يصلي يجوز له أن يضرب دبته. وركضها، ما معنى ركضها؟ يحرك الرجلين ديالو، يحرك رجله باش تمشى، هذا هو الركض، هكا اللي كنديروا إلا ركبنا فوق الدبة. ويجوز له قال ضرب غيرها، دبة أخرى إذا كان معه الدبة أخرى يضربها، إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت، أنه لا يتكلم ولا يلتفت. أما إذا تكلم كما تقدم فإنه يبطل تلك النافلة. إذن هذه المسألة هي الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال يجوز للمسافر أن يتنفل على الدابة حيث ما توجهت به، ولكن بشرطين. الشرط الأول إن كان سافرا تقصر فيه الصلاة. إذن أو الشرط الأول أن يكون مسافرا وما زال النوافل، ثم أن يكون هذا السفر سفرا تقصر فيه الصلاة، وكذلك أن يكون سفر طاعة. إذن يشترط لهذا السفر الذي قالوا فيه الذي جوز فيه العلماء للمسافر أن يصلي فيه النوافل على الدبة حيث ما توجهت، شرطوا فيه شرطا: أن يكون سفرا تقصر فيه الصلاة. شحال السفر ديال اللي قلنا لي؟ من 84 كيلومتر تقصر فيه الصلاة. وكذلك أن يكون سفر معصية، سفر طاعة. أما إذا كان سفر معصية فقالوا لا، لأن الرخصة إنما جاءت وحددت في سفر طاعة الله سبحانه وتعالى. قال إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة. لما قال يتنفل للمسافر يتنفل، أما المكتوبة هل يصليها؟ قالوا لا، المكتوبة لا تصلى إلا على الأرض، أو إذا كان عنده الرخصة اللي تقدم معنا في الخضخاض، وسيذكره إن شاء الله. ثم قال وليوتر على دابته إن شاء. قال يوتر المسافر على دابته إن شاء، يصلي الوتر فوق الدابة دياله. علاش نبه على الوتر وهو داخل في النوافل؟ ياك تقدم معنا وللمسافر يتنفل، ياك الوتر اللي من نوافل. إذا بلا ما يذكر هكا، بلا ما يذكر وإن كان وليوتر على دابته إن شاء، بلا ما يذكر الوتر لأنه داخل في التنفل. قالوا لا، إنما ذكره سيدي بن أبي زيد رحمه الله لأن هناك من يقول بالوتر في الوتر بفرض، وهناك من يقول بأن الوتر فرض كأبي حنيفة ومن شكله، ولذلك قال حتى الوتر يصليه المسافر على دابته لأنه كالنوافل. إذن التنفل يجوز للمسافر أن يتنفل على دابته إن كان سفر قصر وسفر طاعة، سواء كانت النوافل الراتبة وغير الراتبة التطوعية، وكذلك حتى الوتر
هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولكن في النوافل المكتوبة لا. جاء في الحديث البخاري قال رأيت رسول الله وهو على الراحلة يسبح، بمعنى يصلي النوافل، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. راه عندكم بحال هذيك كما صح النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الرسول يصنع ذلك في المكتوبة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة، معنى مكتوبة الفريضة. وأما الفريضة هل نصليها على الدابة أو لا؟ تقدم معنا العذر. إذا كان شخص في خضخاض وأخذته الوقت في خضخاض، وإذا نزل ممكن يخاف الغرق ويخاف اللصوص، قلنا له يصلي على الدابة، هذا عذر. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض. قال لك سيدنا أبي زيد: لا يصلي المسافر لا يصلي الفريضة وإن كان مريضا، وخا هو مريض لا يصليها وإن كان إلا على الأرض، لا بالأرض. الحديث اللي ذكرت لكم هنا الآن: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة، هو اللي ذكر سيدنا ابن أبي زيد هنا الآن. لا يصلي المسافر الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض، لابد ينزل الأرض ويصليها، إلا إذا كان هناك عذر، واستثناها المصنف رحمه الله. ما هي؟ إلا أن يكون إن نزل. شوف هذا الآن المسافر قلنا له لا تصلي الصلاة المفروضة على الدابة، ولكن انزل الأرض أصليها قائما وراكعا وساجدا في الأرض، مزيان. وأما لو نزل، إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. إلا أن هذا الرجل، هذا بنادم المسلم اللي كان فوق الدابة ديالو، إلا قلنا له نزل الأرض سيصليها في الأرض أيضا إيماء. علاش؟ لأجل مرض. هذا مريض، سواء إذا صلى فوق الدابة وإذا نزل إلى الأرض سيصليها إيماء بالإشارة. إذن هذا نقول له صليت فوق الدابة بالإشارة، لأنه لا فائدة إذا نزل إلى الأرض. إذا نزل إلى الأرض سيصليها بالإشارة لأجل مرض اللي عنده، إذن هذا يجوز له أن يصليها على الدابة بالإشارة، ولكن بشرط بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. نوقف الدابة ما تمشي، ماشي بحال الوفل. قلنا الوفل يجوز له أن يصليها وهي سائرة، هنا لا، الفرض لا، توقف الدابة، يوقف له الدابة وما زال تستقبل هو القبلة، عادل ما يصلي. وكل هذا إذا تيسر له ذلك. أما إذا كان عنده عذر فلا. وهذه الدابة من اللي قالوا العلماء الدابة، راه حتى الطوموبيل دخلت هنا، والكار والطائرة. أول علماء استثنوا السفينة، قالوا السفينة لا. السفينة قالوا فإنه لا يتنفل في سفره ماشيا وبحيثما توجهت به من ركب السفينة، فإنه لما قال من ركب السفينة إنه لا يتنفل فيها إلا للقبلة فيدور معها على المشهور. كيقولوا هكا في السفينة قال لك إلا بغيت تصلي النوافل في السفينة لابد تصليها للقبلة. لوقت ما دارت السفينة لجهة خصك انت تدور للقبلة، إذا خصك تحط البوصلة قدامك. إلا دارت السفينة لهنا والقبلة هنا، خصك انت تدور هنا، تبع انت البوصلة ديال القبلة دائما. هذا هو المشهور في المذهب. أو الآن مثلا بحال الطوموبيل، بحال مثلا الطوموبيل كان فيه جوج الانواع ديال الطوموبيلات. مثلا الطوموبيل ديالك انت لوقت ما بغيتي توقف، هذه لوقت ما وصلتي شي بلاصه وقف ونزل وصلي. ولكن الطوموبيل ديال البلايص مثلا ما بغاو الناس يوقفوا، وصلتك الصلاه وبغيت تصلي صلاه الصلاه، عرفتي بان الصلاه الا ما صليتها غتفوت الوقت ديالها، خصك تصليها وانت موضي مثلا، ولا كاع ما موضي ولكن وقت ما بغيت تسافر كتدي معك الحجره ديالك فين كتيمم. هذا هو الاستعداد المسلمين خص يستعدوا لهذه المساله. الا ركبتي في الطوموبيل اما توضا
وإما إلا ما توضيتي تكون عندك التيمم ديالك، الحجرة صغيرة ودرتيها في الجيب ديالك ولا درتها في الشاكوش ديالك وحطها حداك، لو وقت ما وصلت الصلاة إلا دلي الطوموبيل ديالك راه غتوقف وتنزل وتصلي. ولكن إلا الطوموبيل ديال الناس ما كان بحال هذه الطوموبيل ديال البلايص مثلا درو ولا الكار اللي في الليل انواع ديال البشر، الا ما بغاو يوقفوا، الا ما هداهم الله يوقفوا، وانت عندك التيمم ديالك ولا موضي، كيف دير؟ تصليها بالاشاره، تصليها ايش؟ بالاشاره، داك الشيء اللي عندك. الا لقيتي شي بلاصه تصلي فيه مثلا بين الصفوف بين الصفوف ديال الدرجات ديال الكار، تلوح فيها مثلا هذيك شي الصلايه ديالك وتصلي فيه، ماشي مشكل، تصلي فيه راكعا وساجدا حيثما توجهت، لان العذر هذاك اللي عندك. الا ما لقيتي فين تصلي بالاشاره عند ذلك، وما تخلي الصلاه وما يخلي مسلم الصلاه ديالو تفوت. ومازال امتى غنقولوا هكا، الا بغيت توصل شي بلاصه اللي بغيتي وغتفوت الوقت ديال الصلاه، واما الليله بغيت توصل ديك البلاصه وباقي الوقت الصلاه غتخلي الصلاه حتى توصل لما وتصليها، ولا دير جمع تقديم ولا جمع تاخير كما تقدم ذكره. هذا ما يتعلق بالصلاه على الدابه سواء للسفر والحاضر، واما الحاضر فلا يصليها فوق الدابه. ثم انتقل المصنف الى من رعف، مساله الرعف اذا خرج الدم من فم الإنسان في الصلاة. نزيد سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجوز للمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به دابته، ظاهره سواء أحرم إلى القبلة أم لا، وهو المشهور، وظاهره أيضا جوازه ليلا ونهارا، وهو مذهب مالكي. ويكون في ملي دائما إلى قالوا وهو مذهب مالكي أو على مشهور، لابد يكون هناك مذهب آخر. لما قال على مشهور راه أشار إليه إلى كلام ابن حبيب، هو عندكم في الحاشية. كذلك لما قالوا مذهب مالك خلافا لابن عمر رضي الله عنهما لا يتنفل المسافر نهارا، حنا لا فرق بين النهار والليل. نعم سيدي. ويكون في جلوسه متربعا إن أمكنه، وأما إن لم يمكن فبأي حالة ركب يصلي. إن أمكنه ويرفع العمامة عن وجهه في السجود، وله ضرب الدابة في الصلاة وركضها وضرب غيرها، إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت. واحترز بالمسافر من الحاضر فإنه لا يتنفل على الدابة، واحترز بدابته عن الماشي فإنه لا يتنفل بسفره ماشيا. لابد يوقف، الماشي هو لابد يوقف ويصلي. نعم. وبحيث ما توجهت به من راكب السفينة فإنه لا يتنفل فيها إلا إلى القبلة فيدور معها على المشهور. ولكن كان هناك مقابل مشهور أن السفينة كالدابة حتى هي يدور معها حيثما دارت. نعم. والأصل فيما والأصل فيما ذكر ما صح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل أي جهة توجهت. راه نبه عليه الشارح، قبل منزول تحت، قبل بكسر القاف وفتح الموحدة أي مقابل أي وجه توجهت. يكشي اللي عندكم واحد المسألة ما بعض النسخ صلحناها لي، شوفوا فوق منه لتحت قبل، فوق منه كان يسبح. كاين عندكم سير اقراوها كاع، كان يسبح زيد بضم الياء وكسر الباء هكا. اذا حتى انتم مع هذاك ما عندكم الغلط. كاين بعض النسخ داروا فيه الغلط. هذيك النسخه الاولى اللي كانت عندي ما هذه صحيحه، اللي كان فيه واحد اللي شكلت ما نقص فيه واحد السطر، وكسر الباء المشدده. صافي مزيان، ما عندكم مشكل. زيد يا سيدي. قبل أي جهة توجهت ويوتر عليها ولا يصلي عليها مكتوبة. ويشترط في جواز التنفل المسافر على الدابة شرط أشار إليه بقوله إن كان السفر سفرا تقصر فيه الصلاة، احترازا مما إذا كان السفر دون مسافة القتل ومن سفر المعصية. وليوتر على كل حال اختلف العلماء في السفر المعصية هل محل الرخصة أو لا. نزيد سيدي. وليوتر المسافر على دابته إن شاء بالشرط المتقدم، وإن شاء أوتر على الأرض وهو الأفضل. أخذ بعضهم من هنا جواز الصلاة الوتر جالسا اختيارا، وذهب بعضهم إلى المنع وهو الأقرب أخذا بالأحوط
بالأحوط لقول أبي حنيفة بوجوبه. وخا قال تما هكا كره نبه عليه الشارح رحمه الله، وهو الأقرب أخذ من الأحوط يعيد. والظاهر الأول وهو أنه يجوز له أن يصلي الوتر جالسا ولا يحرم عليه. نزيد سيدي. ولما ذكر أن الوتر يجوز للمسافر فعله على الدابة وخشي أن يتوهم منه جواز ذلك له في الفرض رفع ذلك الإبهام على ما فيه النقطة جوج الإيهام، رفع ذلك الإيهام بقوله ولا يصلي أي مسافر الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض، دليله وما قبله حادث متقدم. ثم استثنى منه مسألة فقال إلا أن يكون إن نزل عن دابته صلى جالسا إيماء بالركوع والسجود لأجل مرضه فليصلي الفريضة على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. ظاهره كالمختصر الجواز من غير كراهة، والذي في المدونة كراهة وقيدت بما إذا صلى حيثما توجهت به راحلته، وأما إذا وقفت له واستقبل وصلى فلا كراهة. وهذا التقييد نقله الفاكهاني عن الشافعي ثم قال فالذي في الرسالة تقييد لما في المدونة، واحترز بقوله إن نزل صلى جالسا إيماء مما لو قدر على السجود إذا جلس في الأرض فإنه لا يجوز له الصلاة على الدابة اتفاقا. ثم انتقل يتكلم على مسألة الرعاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.